الرحمن الرحيم. من سيد غيت لكم جميعا كل تقدير والتحية. صباح الأنوار. احنا فين؟ في وادي الملوك اللي هو سيد غيت باللغة المصرية القديمة. المكان ده المثوى الأبدي لأجدادنا المصريين القدماء. مقابر مقابر. طيب حضراتكم بالنسبة للمكان اللي احنا فيه ده كان اختاروه ليه؟ عشان يكون بعيد عن أعين اللصوص. وأول ملك اختار المكان ده اللي هو تحتمس الأول أبو الملكة حتشبسوت. طبعا الرسومات اللي هي على جدران المقابر رسومات دينية علشان تساعد صاحب المقبرة انه يعبر مخاطر واهوال العالم الاخر. حديثا علماء الاثار اطلقوا عليها كتب دينية، اللي هو كتاب كتاب الكهوف وكتاب البوابات وكتاب ما وراء العالم الاخر الإيميدوات. كتب سموها اطلقوا عليها الكتب الدينية. اللي كان الشغل الشاغل للمصري القديم الليل في العالم الآخر. النهارده سمعت سؤال بيقول لي في العالم الآخر في الليل الشغل الشاغل كان الليل، النهار لا، النهار كان كله هيكون تحت حماية رع. يبقى الليل هو المشكلة العويصة بتاعتهم. يبقى كده هو لازم يكون تحت حماية الإله ويكون جنبا إلى جنب معه. السؤال اللي سمعته النهارده قال لك طب هل هو لما هيروح مع الإله في المركبة الخاصة بتاعته وليكن أتوم أو يوف اللي هو رمز رع بعد في غروب الشمس، وفي خلال 12 ساعة ليل يبحر مع يوف أو يبحر مع أتوم في المركبة بتاعته، يتخلل مناطق كتيرة منها منطقة جافة اللي هو بيتحول فيها مقدمة المركب ومؤخرة المركب على شكل ثعبان عشان يستطيع الزحف على الرمال إلى أن يعبر المخاضر في 12 ساعة إلى شروق شمس نهار يوم العالم الآخر. السؤال لسه هل هو هيبحر مع يوف بجسده أو بروحه أو روحه وجسده؟ بالنسبة للشخص المتوفى طبعا هيبحر مع يوف ومع أتوم ومع حتحور ومع واجد ومع ووباوت في المركبة الخاصة بيهم بجسده وروحه. طب ازاي؟ انتوا عارفين تماثيل الأوشبتي في كل مقبرة فيها كام؟ 365 تمثال، وكل 10 تماثيل ليهم رئيس. أوشبتي يعني المجيبين بيجيبوا طلبات روح صاحب المقبرة. يعني الروح لما تدخل في كل تمثال أوشبتي من التماثيل دول يتحول بقدرة قادر إلى إلى الملك نفسه يعني. طب هو الجثمان فين؟ في التابوت. التابوت ده كان فيه الجثمان، التابوت من الجرانيت أو من الكوارتز، وكان يحطوا الجثمان في 3 توابيت من الخشب ويقفلوا عليهم. لكن الروح اللي هي البا بتطير من الجسد اللي هو الغت وتطير منه وتروح فين؟ في تماثيل أوشبتي اللي هو زي ما قلنا تمثال لكل يوم. يبقى التمثال ده يتحول بقدرة قادر يبقى يبقى الملك ويبقى الروح ويبقى الجسد ويبقى كل حاجة على اعتقاد مخيلة المصري القديم. يبقى يتحول ويركب في المركبة بتاعة يوف وبتاعة أتوم ويعدي مخاطر وأهوال 12 ساعة ليل. صوروهم في شكل 12 بوابة، صوروهم في شكل 12 ساعة من ساعات الليل اللي هم منخطرين جدا. ويعدي اللي هو صاحب المقبرة في حماية المجمع الإلهي اللي هو يوف وحتحور وحورس ووباوت، وكلهم معاه بيحموه علشان يعدي من بوابة لبوابة، من ساعة لساعة، من منطقة لمنطقة لغاية شروق خبري اللي هو رع في ساعة الشروق على شكل جوران. يبقى لغاية شروق الشمس يبقى صاحب المقبرة ينعم في حقول الإيارو تحت حماية رع النهار كله. النهار كله هو
يرعى في حقول او في جنة اوزوريس او في حقول ايارو. طبعا لما يدخل الجنة يبقى ايه في النهار تمام التمام الامور. وهكذا يعني ايه الكهنة شرحوا الكلام ده وقالوه للناس كلها، وقالوا لهم ده الدين بتاعنا، الديانة بتاعتنا كده، والناس كده هتخاف لانه في العالم الاخر في ثعبان شرير اسمه ابو فيس، وفي عمعم ماشي، دول اشرار يعني حاجات شريرة كده تاكل وتلتهم الاشرار. ايه الاشرار دول؟ اللي هم ما قدميش قرابين في المعابد. ايه الاشرار دول؟ الناس اللي هي ايه لو الناس يعني ايه الملك كان مهمل وكان هرطاق كده، يعني مهمل بالنسبة للمعابد، ما عملش فيها ترميمات او توضيبات، ما قدمش قرابين، ما عملش اوقاف. كان كل معبد له اوقاف من المعابد في مصر كلها. يعني ايه ما اعتناش ببقية المعابد؟ ما يعتنيش غير في الاقصر بس، لا يعتني بكل المعابد على بر مصر كله، ويروح ويعمل ايه ترميمات للمعابد ديت، ويكتب اسمه من اشهر المشاهير دول الملك رمسيس الثاني، حتى تلاقي اساميه في بر مصر كله، وتلاقي اسمه الخرطوشه بتاعته. يعني هو يعني احيانا مش بيضيف في المكان، لكن هو بيرمم ويروح كاتب ايه، يعمل نوع من الترميم او يعني ايه اعاده بناء، وروح كاتب اسمه. شكرا جزيلا، معلش طولنا عليكم. من وادي الملوك السدغت، من الفقير لله جمال سعد، لكم جميعا كل التقدير والتحيات.